اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. انا عارفه ان انا يعني بقالي كتير ما نزلتش حاجه، بس بصراحه برتب لكم كده شويه افكار هتنفعكم في العيد الكبير، لان طبعا كل سنه وانتم طيبين، العيد على الابواب والاسعار مبالغ فيها جدا، فمحتاجين ان احنا نعمل افكار كده نظبط بيها دنيتنا. النهارده الفيديو بتاعنا كده خفيف، مش روتين كامل، بس هو يعني جزء من الروتين اللي هو الجزء اللي يخص المطبخ. النهارده كده كان عندي اول حاجه عملتها، كان عندي زبده، وقلت ان انا هسيحها سمنه. ده كيلو واحد بس. اخدت كده منه يعني جزء سبته زبده زي ما هو، والباقي هسيحه. اوقات كده بحتاج الزبده في حاجات معينه، فيعني مفيش غنى ان يبقى عندي كده حته في الفريزر على جنب. وهنا معايا كده، دي كانت فاصوليا بيضه، كنت اول ما صحيت حطيتها يعني شويه كده، نقعتها في ميه. انا اليوم ده صاحيه متاخر جدا، علشان كده تقريبا بدات الروتين بالمطبخ. نقعت الفاصوليا دي حوالي ساعه، وبعدين حطيتها كده على النار. وحطيت برضو الزبده كده عشان تسيح، لان هستخدمها في طبيخ النهارده. فقلت يعني حطها على النار كده، ايه، تبدا ان هي تفك كده شويه، ويعني اخلص كل اللي انا عايزاه في المطبخ في نفس الوقت يعني. انا اليوم ده كده كان عندي لحمه ريش، وكنت عايزه اعمل خضار، يعني عايزه اعمل رز وخضار وشوربه وكده. وما كانش عندي لحمه غير الريش، وبصراحه كان عندي كميه يعني، فبقالي فتره بنشويها وبنعملها في الفرن على صواني والكلام ده. فقلت ايه يعني، هعملها وخلاص، مش هتقول لا. يعني انا اعرف ناس ما بياكلوش في اللحمه غير الريش، فبيعملوها بطرق كتير عادي يعني. فهي بس محتاجه علشان تطلعي منها شوربه كويسه، محتاجه بس كده ايه، معامله خاصه، لان طبعا هي بتاخدش وقت، فشوربتها هتبقى خفيفه لو ما ظبطتيهاش يعني. طبعا كنت منزلاها يعني من قبلها بيوم في التلاجة. نزلتها من الفريزر للتلاجة عشان تفك شويه، ولما صحيت طلعتها يعني. وبدات ان انا اديلها شطفه. اللحمه يا جماعه يعني ما بتتغسلش زي الفراخ، يعني ما تحطيش بقى ليمون وملح ودقيق والكلام ده، لا خالص، هي شطفه بس كده بسيطه، بس من ايد الجزار او مكان التفريز وكده، وتبداي ان انتي تشتغلي بيها عادي. حطيت كده معلقه محترمه من السمنه، لان زي ما قلنا الريش دي من الحاجات اللي هي اللي بتبقى خفيفه قوي يعني، وانا محتاجه شوربه وخضار وكده، فحطيت معلقه محترمه من السمنه. وبدات ان انا ادي للريش صدمه. انا الاكل ده كان معايا على يومين. ف اللحمه لما ما بتاخدش صدمه كويس بتنزل ميتها، فطبعا ما نزلتش بكميه الريش كلها معايا مره واحده، لا انا يعني على قد ما الحله استحملت، وبدات ان انا ادي دول صدمه مع رشه من الفلفل الاسود ورشه من الحبهان والورق اللورا المطحونين. والكميه دي خدت صدمه، طلعتها وبدات انزل بباقي الكميه برضو تاخد صدمه. اللحمه عموما مش الريش بس، لو ما خدتش صدمه كويس، ولو نزلتيها كلها كده مره واحده ونزلت ميتها، هتبدا تنشف وتشد معاكي، ومش هتبقى يعني مش تبقى الطف حاجه. يعني دلوقتي الحاجه غاليه، وحرام ان احنا ندفع مبالغ في حاجات وبعدين نيجي نبوظها بسبب خطوه بسيطه، او بسبب مثلا ان انتي استعجلتي فنزلتيها كلها في مره، يعني مره واحده. لا، اللحمه دايما حاولي تعمليها في حله تبقى واسعه، بحيث ان انتي لما تنزليها تاخد الصدمه، ما يبقاش فيه طبقات فوق بعض، يعني تبقى اللحمه كلها يعني زي ما بنقول تبقى شامه النار، او تبقى طايله الحراره يعني. هنا كده خلاص كنت شوحت الكميه اللي عندي كلها زي ما قلت لكم، مع حبهان ولورا مطحونين وفلفل اسود، وبدات ان انا ارجع الكميه اللي فاتت تاني في الحله، وحطيت بصلايه كده، وكنت طبعا غاليه ميه. برضو ما تنزليش على اللحمه ميه من الحنفيه واللحمه خلاص سخنه، حبيتي تزودي ميه او اول ميه تنزليها لازم تبقى الميه سخنه، ما تنزليش قصدي ميه مش سخنه. نزلت كده ميه سخنه وكميه مش كبيره، يا دوب بس تغطي اللحمه، لان
هي مش هتاخد سواها، هتستوي بسرعة جدا. انا عارفة ان هي مش هتاخد سوا، بس هي فعلا استوت اسرع مما اتخيل، وكانت حلوة جدا جدا جدا. يعني انا كنت قلقانة ان هي ما تطلعش شوربة حلو، او ان هي ما يبقاش طعمها قد كده في السلق، بس لا كانت حلوة جدا. هنا بقى كنت حاسه ان انا تعبانه جدا، فقلت ايه يعني اللي هيهون عليا كده فنجان قهوه، وطلعت بقى فنجان من النيش. قلت يعني ايه اغير مودي بقى. فشوفوا بقى اللي هيحصل فيا لما احاول اغير مودي، يعني اللي هو قلت يا ريتني ما عملت القهوه. طبعا ده حال الامهات كلهم، يا رب ربنا يهدي ولادنا ويبارك فيهم، والحمد لله ان ما حصلش حاجه لحد منهم. دخلوا يجروا ورا بعض في المطبخ وراحوا هزين البوتاجاز، فده كان المنظر. طبعا البوتاجاز والارض اتبهدلوا جدا، فبقيت احمد ربنا ان ما حدش فيهم جراله حاجه. لان انا دايما بعمل القهوه على العين اللي جوه، بس العين دي انا كنت حاطه عليها السمنه، وكنت حذره قوي ان السمنه تبقى بعيده عنهم، بحيث ان ما حدش يتحرق او يجراله حاجه. فيعني اتخضيت جدا من المنظر، بس الحمد لله يعني عدت على خير. طبعا نظفت ده كله، وقلت برضو مفيش حاجه هتوقفني، عملت فنجان قهوه تاني عادي خالص. هنا بقى الفاصوليا البيضة انا بدلها غلوتين على النار، وبطفي عليها وبسيبها في المية السخنة بتاعتها زي ما هي شوية، بحيث ان هي يعني تكمل سواها. ما بخليهاش تاخد السوا الكامل وهي بتغلي، لان في انواع منها ساعات بتبدا ان هي القشره يعني تبدا الفاصوليا تفك من بعضها، تبقى 3 اجزاء، يعني تبقى القشره في حته والفاصوليا نفسها الجنبين يتفصلوا عن بعض. فده اسلم طريقه ان انت تسيبيها في الميه بتاعتها كده حوالي نص ساعه، وبعدين تبداي ان انت تصفيها وتشتغلي عادي. اشتغلت الصلصه بالطريقه العاديه خالص، بصل، وبعدين نزلت عليها بالطماطم المعصوره ومتصفيه، ملح، فلفل اسود، شطه. وبعدين لما الصلصه غلت نزلت عليها بالفاصوليا اللي انا كنت سلقاها. انا ما بحطش في البقوليات توم، بحس ان هي كفايه يعني ما اعرفش، هي ساعات بقوليات شويه بتبقى بتنفخ البطن، فما بحطش فيها توم، وبحط فيها في الصلصه سنه من يعني رشه كده من الكمون. باقي الخضار ما بحطش فيه كمون، يعني صلصه الخضار عموما بالنسبه لي ملح وفلفل اسود وشطه، الا البقوليات بحط فيها شويه كده من الكمون في اخر غلوه كده. وعملت كمان معاهم رز بالشعريه بالطريقه العاديه خالص. شوحت الشعريه وانا بحط الملح مع الشعريه عشان تبقى كلها لون واحد. شوحت الشعريه وبعدين نزلت عليها بالرز برضو كده تقليبه في الماده الدهنيه، وبعدين بنزل بالميه السخنه. هنا برضو كانت السمنة خلصت معايا، وكانت ريحتها حرفيا قلب البيت. بدأت كده اصفيها علشان افصل السمنة عن المرتة. طبعا ما بحطهاش كده في البرطمان غير لما بتهدى خالص، ويفضل ان انتي تحطيها في برطمان ازاز يعني، بس ما تغطيهاش غير لما تبرد تماما. لكن لو هتحطيها في علبة بلاستيك او حاجة، ما تفضيهاش اصلا في العلبة او في البرطمان البلاستيك غير لما تبرد تماما. لكن في الازاز عادي ممكن تهدى كده وتبدأي تصفيها، بس المهم ان انتي ما تغطيهاش، وحطي فيها كده رشة من الملح كمادة حافظة بس. فصلت بقى المرتة. طبعا في ناس كتير ما بتحبش المرتة، بس المرتة دي طعمها حلو جدا. جربوا مثلا تعملوا بيها البيض المقلي، بتبقى حلوة جدا لو انتم مبتقدروش تاكلوها كده زي ما هي. اللحمة طبعا كانت استوت، وكنت طلعتها من الشوربة بتاعتها واديتها تحميرة في النار، يعني تحميرة في معلقة سمنة مع رشة ملح وفلفل. وطبعا الشوربة حطيت شوية من الشوربة في الخضار. وهنا كده كان الاكل تقريبا خلاص خلص، وبدأت ان انا يعني اغرف الاكل. يعني اسرع اكلة لحمة عملتها في حياتي حرفيا. اللحمة خدت تقريبا على النار نص ساعة بس، وكانت استوت وكانت دايبة جدا. كان طعمها حلو جدا 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 فوق ما كنت اتخيل. ما كنتش متخيلة ان هي لما تتسلق هتبقى حلوة، وما كنتش متخيلة ان الشوربة هتبقى حلوة. يعني انا قلت حتى لو اللحمة حلوة الشوربة مستحيل طعمها هيبقى كويس يعني، بس طلعت فعلا حلوة جدا. ما تخلوش حاجة توقفكوا، يعني ايا كانت الحاجة اللي عندك او القطعية اللي عندك اشتغلي بيها. احنا الدنيا دلوقتي غلا والاسعار مبالغ فيها، فمش لازم يعني اللي عندك الموجود يعني هيسد. مش لازم ان انا
يبقى عندي اللحمه دي للشوي يبقى هي للشوي، لا ماشي امورك كده، يعني ربنا يوسعها على الجميع ويحسن ما بين ايديكم ويبارك في رزقكم. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا للقناه علشان عامله لكم افكار حلوه قوي للعيد، وعامله لكم كمان افكار حلوه عموما للصيف، يعني النوادي والمصايف والكلام ده. وبس هتنوروني. و برضو ما تنسوش تقولولي مين اللي شغال معانا في الحصالة. وعلى فكرة انا قعدت كده كام يوم ناسية اصلا فكرة الحصالة، بس رجعت تاني يعني اركز فيها. اللي ما شافش فيديو الحصالة هو موجود على القناة، وهسيبه لكم برضو في شاشات النهايات اللي هي المربعات اللي بتبقى موجودة في اخر الفيديو. وبرضو لو عندكم افكار او اسئلة تخص تجهيزات العيد قولولي نظبط يعني، وقولوا لي برضو ننزل يعني الوصفات كوصفات قبل العيد، ولا ننزل كده افكار بس نتكلم عنها في الفيديوهات. وكل سنة وانتم طيبين مقدما.